السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة بقى هنحول الازازة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي لفازة، وهتشوفوا قد ايه هتبقى فازة جميلة ومميزة. هستخدم الدهان البلاستيك. ده النوع اللي انا بستخدمه. انا هستخدمه من غير تخفيف لان انا هضيف له لون، واللون طبعا هيخفف من الدهان اللي معايا. فضفت كده شوية من اللون. انا عايزة اعملها لونين، غامق وفاتح مع بعض. ففي البداية طبعا هدهن اللون الفاتح الاول، عندي اللون البنفسج ده. هضيف منه شوية كده على الدهان البلاستيك، وادربه كويس جدا علشان اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها. وما تنسوش ان البلاستيك بيفتح درجة او اتنين لما ينشف، بيفتح درجتين تقريبا. ده اللون الفاتح اللي انا وصلت له في الدهان. مش هدهن كده زي ما انتوا شايفين، لا، الطريقه دي مش هتطلع معايا الدهان شكله حلو، هتطلع معايا خطوط انا مش عايزاها. انا عايزه اعملها بطريقه الدقه علشان اللون يكون تقيل، وكمان آه يبقى فيه بروز كده، بيبقى شكله حلو جدا. فهبدا كده اخد من اللون وابدا بطريقه الدق زي ما انتوا شايفين كده. ادهن الازازه اللي عندي كلها اهي. بعد ما انا دهنتها فصلت اللون الفاتح اللي عندي، سبت جزء علشان انا هديها طبقة تانية، وجبت كده جزء هضيف ليه كمان من اللون البنفسجي علشان اتقل اللون، علشان زي ما قلت لكم في البداية انا عايزة اعملها درجتين. فبجهز اللون معاكم لحد الفازة بتاعتي ما تنشف. فبضيف شوية بشوية من اللون لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها. ما بضيفش اللون مرة واحدة علشان ما يبقاش تقيل جدا ومعرفش اتصرف فيه. هنا بعد انا مديتها طبقتين من الدهان، زي ما انتم شايفين لونها بقى فاتح ازاي، بتفتح درجتين عن اللون الاساسي اللي انا دربته. وببدأ اقسم الفازة بتاعتي كده بالتيب ده، وده موجود في كل محلات البويات. بقسمها علشان ابدأ ادهن اللون الغامق تحت. طبعا اللون هيبقى افتح من الدرجة اللي انتوا شايفينها دي، فهتلاقوا اللونين مع بعض شكلهم حلو قوي، بيسمعوا مع بعض واللونين هيبقوا شكلهم حلو. انا ضفت تحت اللون يعني انا ليه دهنتها لحد النهاية باللون الفاتح عشان لما اضيف الغامق استكفى بطبقة واحدة بس. لحد ما تنشف. انا عندي الورود دي هبدأ افرغها، هي كانت ورقة اكبر من دي، انا فرغت نصها وسبت نصها علشان اوريها لكم. هفرغها لحد الفازة بتاعتي ما تنشف علشان وقت الفيديو ما طولش عليكم. هنا بعد ما نشفت شايفين اللونين مع بعض، اللونين قريبين من بعض وبقى شكلهم حلو جدا. شايفين درجتين اللون؟ طبعا اللون بقى فاتح اكتر ما احنا دهناه زي ما قلت لكم. وهنا فرغت كل الورود، بقت عندي بالشكل ده. الورود حلوه جدا، تحسوها 3D، شكلها حلو قوي. واللي موجوده عنده المناديل ممكن يستخدمها، مناديل الديكوباج. مش موجوده يقدر يستخدم الورق كده، يطبع الاشكال اللي هو عايزها من برنامج بنترست، وانا هسيبه لكم في صندوق الوصف. انا كنت عملت فيديو عنه ازاي نستخدم برنامج بنترست ونحمل منه الصور، وبنطبعها في اي مكان بيطبع طباعة ليزر او اي مكتبة بتطبع الوان. عندي الورود هبدأ اجيب الورنيش المائي وهضيف كده على الفازة زي ما انتوا شايفين. بضيف جزء. اهم حاجة بقى لما تضيفوا الورود ما تخلوش كده الخط اللي في النص الفاصل بين اللونين يبان، لازم بطريقة كده من عندكم تداروه زي ما انا هوريكم بالورود كده، طرف وردة يداريه. المهم ان انتوا ما تخلوهاش تبقى باينه ان انتوا قاسمينها كده، علشان لما نضيف الورود وده هيبان معاكم دلوقتي تبان انها كلها حته واحده، يعني كانها في تدريجه لون كده، بس انتوا مش واخدين بالكم التدريجه دي منين بالظبط. ببدا كده الاول اداري الجزء اللي معايا في النص او الخط اللي انا دهنته ده. بطلع وانزل بالورده حاجه بسيطه يعني اهو، لان الورود كمان عندي احجام مختلفه كده. بعد انا ما عملت اول طبقه من الورود، دلوقتي هاجي على تاني دور، هما هيبقوا 3 ادوار. هاجي على تاني دور كده وببدأ برضو ألزق الورود وانضف ايدي من الورنيش المائي علشان طبعا الوردة من فوق تبقى نظيفة. والافضل هنا ان انتوا تلزقوها بالورنيش المائي افضل من الغيرة.
لكن لو مش موجود عندكم تقدروا تخففوا الغيره وتستخدموه في اللزق، بس ما بفضلوش بصراحه في الطبقه الاخيره لانه بعد كده بيصفر. فالافضل طبقه الحمايه بتاعتها تكون ورنيش ماء. هنا بعد ما ضفت الثلاث طبقات شايفين، دي بقى اللي انا كان قصدي عليها، ان تدريجة الالوان كلها تطلع مع بعض حتة واحدة. ودلوقتي هاجي بقى طبعا اديها طبقة حماية تقيلة من الورنيش المائي، بنضف لو في اي حاجة عليها يعني. وهبدا ادي الفازه بتاعتي كلها. طبعا هتحافظ لي على اللون البلاستيك، لان انتوا عارفين الالوان البلاستيك ممكن تتاثر، فهتحافظ لي على اللون البلاستيك وهتحسسكم كده ان الالوان دي زيت مش بلاستيك لاكيه. مع الاجزاء البارزه اللي احنا عاملينها تبقى شكلها احلى واللون هيبقى اغمق شويه، فهتبقى حلوه جدا وقيمه جدا. ولو عندكم اي اسئله اي حاجه قولولي. وممكن كمان على الصفحه بتاعه القناه على الفيسبوك، اسمها برضو فنون اسماء اسم، اللي عنده اي سؤال او اي حاجه يدخل يقولها لي. ولو عندكم اي تطبيقات عايزين توريها لي مطبقينها من شغل القناه برضو بعتوها لي، وموجود عليها الواتس بتاعي برضو زي ما تحبوا. اهو ببدأ طبعا اديها كلها الورنيش المائي على نفس الخط، يعني ما بطلعش وانزل بالفرشة. اهي بعد ما نشفت شايفين بقى عمل لمعة حلوة قوي. شايفين دي البروز اللي انا كان قصدي عليها، عاملة شكل وقيمة للفازة بتاعتي حلوة قوي. وطبعا وضحت ال الورود اللي معايا وخلت اللون بتاعها غامق كده وغني، بقى شكلها اجمل بكتير. شايفين قد ايه جميلة جدا، وعملناها من حاجات بسيطة قوي ومش مكلفة. اتمنى النهاردة الفازة بتاعتي تكون عجبتكم. اتمنى لو عجبتكم تضغطوا لايك، واللي اول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناة. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفازة بتاعتنا النهاردة، واستنوا ديكورات حلوة جدا تقدروا تعملوا منها مشاريع آه بتتباع باسعار غالية قوي، واحنا مش هتاخد مننا وقت ابدا. بحبكم قوي قوي، وهتوحشوني للفيديو الجاي. وما تنسوش اللايك وتقولوا لي طبعا رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة. باي باي.